عائشة رضي الله عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحكي والحديث في أعلى درجات الصحة عند الإمام البخاري في صحيح. سيدة عائشة بتحكي أن زوجها محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم مات، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه خبر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل شيئا عجيبا جدا. وأنا بحكي لكم انتوا هتتعجبوا من اللي سيدنا عمر عمله، بس أنا مش متعجب. ليه؟ أعظم مصيبة حلت بهذه الأمة هي موت رسولها صلى الله عليه وسلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ بيقول إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصابه بي فإنه أعظم المصائب. أعظم المصائب أن يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فاضت روحه إلى الله، لم يدفن بعد. فلما نزل خبر وفاته على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، انت عارف سيدنا عمر يعمل ايه؟ أخذ يقسم بالله حانثا. حانثا يعني ايه؟ يعني بيقسم بالله على حاجة ما حصلتش. ذهب عقله. وانا مش مستغرب يا جماعة، احيانا في وقت المصائب الانسان ما بيعرفش هو بيعمل ايه. ده مرة واحدة ابنها مات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ابنها مات. انت عارف مين اللي راح لها يصبرها؟ أفضل من وطئ الأرض بقدميه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب إليه ويصبرها، عايز يكلمها كلمتين يصبروها. انت عارف عملت ايه؟ نظرت إليه وقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. مصائب، ما بالك بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر يعمل ايه بقى لما عرف ان الرسول صلى الله عليه وسلم مات؟ وقف فاجتمع الناس من حوله، فأخرج عمر السيف من غمده، طلع السيف كده، ثم أخذ يقول بأعلى صوته إن المنافقين يقولون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات، والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم مات ولا ما ماتش؟ مات، وبيقسم بالله إنه ما ماتش. قال والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران، فقد غاب موسى بن عمران عن قومه 40 ليلة ثم رجع إليهم، ثم قال والله، سيدنا عمر بيقسم بيقول والله لا يرجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم زعموا أنه مات، والله ما مات رسول الله.